السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ معاكم ندى. والفيديو النهاردة بناء على طلبكم انتوا، كنتوا عايزين ريفيو عن كل البرفانات اللي انا جربتها سواء من ايفون او من اورفلين. النهاردة انا طلعت لكم كل البرفانات اللي اتبقت عندي، هقول لكم ريفيو عنها، وكمان هقول لكم الحاجات اللي انا استعملتها وخلصت من عندي، هقول لكم برضو رأيي فيها. بينا هنبدأ مع اول حاجة انا استخدمتها. طبعا هي خلصت من عندي وانا جبت غيرها على طول، دي القديمة بتاعتها خلصت. هفتحها لكم اوريكم شكلها واقول لكم رايي فيها. دي اسمها ليتل بلاك دريس. جامده قوي، مش راضيه تتفتح. ده شكلها من جوه، شكلها شيك جدا، والغطا بتاعها فيه زي جليتر كده شويه ذهبي. ريحتها حلوه جدا جدا جدا، يعني بجد ريحتها راقيه. لو شمتوها ريحتها فظيعه، يعني تحطيها كده تحسي ان انت يعني نظيفه. ريحتك حلوه، ريحتك راقيه. تقدري ان انت تحطيها بالليل، تقدري ان انت تحطيها بعد الظهر. بجد ريحتها حلوه جدا، انصحكم كلكم بيها. طيب دي كانت ليتل بلاك دريس. نزلوا منها نوع جديد اسمها ليتل بلاك دريس ذا دريس. ده شكل العلبة من بره، وده شكلها من جوه. الازازة كلها غامقة والغطا بتاعها ذهبي برضو. دول الاتنين اهم جنب بعض. الفرق في الشكل، الليتل بلاك دريس احلى من الليتل بلاك دريس ذا دريس. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان ريحتها بالنسبه لي حلوه، بس شبيهه للليتل بلاك دريس. يعني لو مثلا دي القديمه 10 من 10، فالجديده دي بالنسبه لي 6.5 أو 7 من 10. هما مش عاملين فيها حاجه جديده قوي، هي ريحتها حلوه مش وحشه، بس بالنسبه لي تستخدم بالنهار افضل، يعني لان هي مش تقيله التقل بتاع ليتل بلاك دريس، لا هي خفيفه شويه وريحتها مقاربه ليها. فانا بالنسبه لي مش معمول فيها حاجه جديده. اذا كنت اشتريها تاني او لا، فلا هي كفايه عليها مره واحده كتجربه. لكن الليتل بلاك دريس الاصليه طبعا تتشرى على طول، يعني كل ما تخلص لازم هجيب منها تاني. الاتنين دول من ايفون. نيجي دي اسمها تشريش، مش عارفه هي باينه من الاضاءه ولا لا. ده كان الحجم الصغير بتاعها، وده فين هي شكل العلبه الكبيره بتاعتها. برضو الاضاءه مش مبينه اهي. بيكون ده شكلها، وشكلها من جوه عامل كده. برضو شكلها شيك جدا جدا جدا. دي 50 ملي ودي 30 ملي. انا طبعا جبت الصغيره عشان كنت عايزه اجربها اشوف الريحه بتاعتها حلوه ولا وحشه. عجبتني جدا وجبت الكبيره بتاعتها. وطبعا يعني بما ان انا بقيم لكم الحاجه من 10، فدي بالنسبه لي 10 من 10. انا جبت كمان معاها اللوشن بتاعها اهو، مش عارفه برضو مش باين اهو اللوشن بتاعها والرول اون. دول باقي المجموعه بتاعتها. كام من 10؟ 10 من 10، وتتجاب تاني كتير. يبقى احنا لغايه دلوقتي معانا الليتل بلاك دريس العاديه والتشريش، الاتنين تقدروا ان انتوا تجيبوا منهم تاني. تمام. طيب نيجي بعد كده ل فاراواي جلامور. ده بيكون شكلها من بره. ريحتها ملهاش علاقه خالص بفاراواي العاديه. انا بالنسبه لي فاراواي العاديه تقيله شويه قوي زياده عن اللزوم يعني، لكن فاراواي جلامور بالنسبه لي حلوه جدا جدا. كان نازل زمان فاراواي دريمز، كان لونها ذهبي، وكان برضو الشرشوبه بتاعتها دي لونها اصفر. كانت ريحتها بالنسبه لي جميله قوي. دي تقيله مركزه لكن مش بتخنق، يعني تستخدميها بالليل، مش بتستخدم بالنهار، تستخدم بالليل او بعد الظهر. رشتين منها بس كفايه لان هي ثابته جدا. نجيبها تاني او لا؟ نجيبها تاني لان هي بالنسبه لي حلوه قوي. كام من 10؟ ممكن اديها 9 من 10.
وفي دي لوميناتا، هوريكم برضو شكلها من جوه. دي كانت لسه نازله تقريبا الشهر اللي فات او الشهر اللي قبله، مش راضيه تتفتح اهو. ده شكلها، ده شكلها من جوه. الازازه شكلها شيك جدا، رقيقه قوي. الريحه بتاعتها خفيفه، مش خفيفه اللي هي بتطير، لا خفيفه اللي هي منعشه، يعني تقدري تستخدميها بعد ما تستحمي او لو انتي نازله بالنهار او يعني قاعده في البيت بالنهار. عشان انا ماليش دعوه بالناس اللي هتقولي حرام وحلال، انا بستخدم البرفانات دي في البيت، يعني انا ماليش دعوه باي حد هيستخدم البرفانات دي في الشارع. تمام. انا بعمل لكم بس ريفيو عنهم، للي عايز يعني يجيب برفان يبقى ريحته حلوه يحطه في البيت. انا باكد عليكم تاني اهو، البرفانات دي للبيت. دي حلوه جدا جدا بالنسبه لي، 10 من 10. رقيقه وخفيفه وتنفع تتحط بالنهار او بعد الظهر لو انتي يعني ما فيش مناسبه جامده قوي، فاهماني؟ وفي دي كمان رير جولد، هفتحها لكم تشوفوها. مش عارفه العلب جامده مش راضيه تتفتح، حاسه يعني اكنها هتتسرق هتطير. اهي اتفتحت الحمد لله. ده شكلها اهو، كلمه كده بانت رير جولد. دي بقى تعتبر الملكه بتاعتهم. تحطيها بالنهار ماشي، تحطيها بالليل ماشي، بعد الظهر ماشي. ريحتها ثابته وريحتها جامده ورقيقه في نفس الوقت، يعني مش بتخنق خالص. يعني دي لو قلت لكم كام من 10، دي 100 على 10. يعني دي لازم تبقى موجوده على طول برضو. دي بقى انا مش عارفه انتوا هتفتكروها ولا لا. دي اسمها تاشا. دي قديمه جدا جدا جدا، بقالها سنين كتير عندي. كنت شايلاها في حاجتي قبل ما اتجوز، وطبعا قعدت عندي سنين كتير. بعد ما اتجوزت لقيتها بقت تقيله بطريقه يعني مستفزه، بحطها بتخنق. فالنوع ده من الانواع، يعني نصيحه مني ليكو، لو هتتجوزي فرحك قرب، اشتري البرفانات قبل ما تتجوزي على طول. بلاش تحوشوا برفانات من زمان لغايه الوقت اللي انتوا هتتجوزوا فيه. دول كانوا البرفانات بتاعت ايفون. في دي كمان بيور بلانكا او برو بلانكا. دي برو بلانكا الزرقاء، انا كنت جايبه منها قبل كده البيضه، وهتلاقوني عامله لكم بيها ريفيو. كانت ريحتها حلوه قوي، والزرقاء كمان ريحتها احلى منها. خفيفه قوي برضو، بس تنفع للنهار اكتر. كام من 10؟ ممكن 8 من 10. بالنسبه للبرفانات بتاعت اورفلام، انا دلوقتي يعني يعتبر مخلصاهم كلهم، بس هعمل لكم ريفيو عن كام واحده فيهم. هجيب لكم صور بتاعتهم هنزلها لكم دلوقتي على الشاشه واقول لكم رايي فيهم. مش هننسى ماي واي الغلبانه طبعا، اللي فيها تندر دي بقى يعني عشقي من زمان، من قبل ما اجيب حاجه من ايفون او من اورفلام. دي من ماي واي، ريحتها حلوه جدا جدا، على طول برضو عندي، بس دي بتتحط بعد ما تاخدي شاور. يعني هي خفيفه ورقيقه، تتحط بعد الشاور كده على طول وخلاص، يعني لو ما وراكيش حاجه تبقى كل يوم. وفي دي كمان ويسبر، برضو ريحتها حلوه. تندر بالنسبه لي 10 من 10، ودي 8 من 10. بالنسبه بقى الاورفلام، كان في برفان مش عارفه اسمها انجيما ولا بيقولوا عليها النجمه، مش عارفه، في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده. البرفان دي عليها ضجه جامده جدا جدا على النت، واي واحده بتبيع تقولك ده البرفان الرائع الفظيع السكسي اللي محدش بيختلف عليه. لا، انا اختلفت عليه عادي جدا. ريحتها حلوه بس بتخنق، يعني مش اي حد ممكن ان هو يحبها. انا من طبعي ما بحبش الحاجات التقيله اللي لو حطيتها ممكن اتضايق منها وابطل ان انا استخدمها. هي حلوه بس بالنسبه لي انا 6 من 10. في ناس تانية بالنسبه لهم مليون من 10، لكن انا بقول لكم على وجهه نظري. طبعا الاختلاف في الاذواق دي حاجه طبيعيه جدا، ممكن حاجه تكون عجباني ما تعجبكوش، وحاجه تكون مش عجباني وتعجب. تاني برفان من اورفلام كان اسمها لاف بوشن. البرفان دي بالنسبه لي 0 من 10. للاسف في ناس كتير قوي قوي بتحبها، لكن بالنسبه لي لو شمتها
او لو حد حاططها جنبي ممكن سوري يعني ارجع. ريحتها تقيلة جدا، تقيلة فوق الوصف، بتخنق. يعني لو انتي حطاها في اي مكان فيه ناس والناس دي مش بتحب الروايح اللي بتخنق دي، مش هيكونوا طايقينك في المكان. لكن في ناس تانية ليها وجهة نظر تانية ان البرفان دي رائعة جميلة تتحط في الاوقات الخاصة جدا. لكن انا بالنسبة لي 0 من 10، ما بحبهاش ابدا مع انها بتنزل على طول غالي. في تالت برفان كان اسمها لوتشيا من اورفلام برضو. البرفان دي كانت رقيقة جدا، ريحتها حلوة جدا. انا مش عارفة هي لسه بتنزل لغاية دلوقتي ولا لا. ورقم 4 كان في دانسينج ليدي، برضو دي تقريبا بطلت تنزل، لكن ريحتها كانت فظيعة حلوة قوي ورقيقة قوي. انا كنت جايباها من زمان، هي لسه عندي دلوقتي بس مش متاح ان انا اوريها لكم لان انا شايلاها في مكان تاني. ريحتها حلوة قوي. يعني لو اي حد ليه حد في اورفلام والحد دوت عنده برفانات من اللي كانت بتنزل قديمة ولقى دانسينج ليدي دي، يشتريها على طول. بالنسبة لي 10 على 10، ريحتها رقيقة وجميلة جدا فوق ما تتخيل. نسيت اقول لكم من ايفون في اوتو سبوكن، دي برضو كانت جات عليها فترة بتنزل، دلوقتي مش بتنزل ابدا، مش عارفة ليه، مع ان ريحتها كانت فخمة فوق ما تتخيلوا. يعني مفيش حد شمها وانا حطاها الا ما قال ان هي بجد راقية وعجبتهم جدا. النوع اللي انا كنت بجيبه كانت لونها موف، وكان نازل منها اللون الاحمر كمان، كانت حلوة جدا. يا ريت يرجعوا ينزلوا منها تاني. واخر نوع من ايفون اسمها سوفت ماسك. سوفت ماسك برضو نزلوا منها كذا نوع، لكن الاصل بتاعها كان لونه بينك. بالنسبة لي ما حبيتش ريحتها، لكن زي ما قلت لكم في اختلاف في الاذواق. يعني ماما كانت بتستخدمها ولغايه دلوقتي بتستخدمها وطايره بيها وفرحانه بيها جدا، لكن انا لو يعني شميتها، ماما حتى اللي حطاها امي حبيبتي اهي، بتخنق من ريحتها، مش بحبها، مع ان ريحتها حلوه وخفيفه، لكن بالنسبه لذوقي انا ما حبيتهاش. كام من 10 بالنسبه لي؟ 5 من 10. يعني عمري ما هشتريها، مش هحبها. دلوقتي انا قلت لكم كده كل الانواع اللي انا جربتها، ايه الحاجات اللي عجبتني وايه الحاجات اللي ما عجبتنيش. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو في كل مكان علشان يوصل لاكبر عدد من البنات، وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم مني كل جديد اول باول. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.